والله أول ما بسمع إندونيسيا بحس بالشريعة الإسلامية، بحس بالقوى الإسلامية، بحس بالدعم. إندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسلامية، فاهم علي؟ ويكفي أنها دولة إسلامية بالدين الإسلامي، وبتقف مع الشعب الفلسطيني وبتأيد الشعب الفلسطيني وبتأيد حقوق الشعب الفلسطيني. اندونيسيا ارض الخير، ارض اخواننا المسلمين بنحبهم بالله عز وجل. عرفت كيف؟ شعب صديق وشعب مسلم، ودائما شعب يدعم فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، واخواننا في الدين واخواننا في كل شيء. اندونيسيا شعب مسلم وموجود في قارة آسيا، من الدول الآسيوية البعيدة، واعتنقت الإسلام من أول الدول اللي اعتنقت الإسلام، وهذا شيء نفتخر فيه كمسلمين وكعرب. الإسلام العظيم، دولة شقيقة ومحبة يعني إندونيسيا، وبحبوا الشعب الفلسطيني. إنها دولة محترمة وبتسألنا وبتقدرنا. أول شيء يدعمونا بالدعاء لأهل فلسطين، هذا يعني أكثر شيء نتمناه منهم، أنهم يدعوا لنا أنه ينصرنا الله في أرض فلسطين، وأي نوع من أنواع الدعم يكون جيد لأهل فلسطين، لأن فلسطين محتاجة جميع أنواع الدعم. يعني إذا الدعم بده يكون من جميعنا، هو أول دعم حيكون اللي هو فك الحصار. أول شيء الحصار هذا على الشعب وبالذات على قطاع غزة بيخلينا مش قادرين نوصل لا اندونيسيا ولا غير اندونيسيا. الطرود الغذائيه للاسر المتعففه الفقيره، منح للطلاب وهذا امر مهم جدا. الايتام، كفالات الايتام ايضا مطلوبه، ومطلوب كمان دعم المجاهدين. في عندنا ناس جنود مجهوله تحت الارض بتشتغل وينتموا لاسر فقيره، وفي نهايه المطاف هو بيشتغل يعني تطوع لله تعالى، بروح على البيت يمكن ما حدش بيتفقده. ممكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا كل دولة بإمكانها يكون لها دور في تحرير القدس، كل بلد إسلامي بإمكانه بأي دور يلعبه في تحرير القدس. نرجو ذلك من أندونيسيا وكل الأمة الإسلامية. طبعا اندونيسيا وجميع المسلمين ان شاء الله. والله إذا نوت إندونيسيا يكفي أنها تعمل مقاطعة مع إسرائيل، بتكون لها دور كبير فيها، بتصير الدول الباقية، الدول الإسلامية زي ماليزيا زي باقي الدول تحذو حذوها، والمقاطعة بتأثر على إسرائيل. مش مهم إنها تكون من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية، ممكن تكون من الناحية المادية، من أي نواحي يعني علمية، من أي نواحي بيقدر الإنسان يشارك في فلسطين. يا سيدي حتى لو بالدعاء بيساهموا في تحرير فلسطين غير الدعاء. دعم مالي، دعم يعني دعم مالي. يساهم الدعم المالي والدعم بالشباب والدعم بإنشاء المؤسسات الداعمة لأهل فلسطين، استقبال الطلاب للتعليم في الخارج، وبناء المشاريع وبناء الدور المهدمة وغيره من المشاريع التي تخدم يعني على الصعيد الاقتصادي والصعيد المعنوي والصعيد السياسي الخارجي.